السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة فاركو في كأس مصر يوم 23 القادم. ركز الجهاز الفني مع اللاعبين في ميران أمس على أمور خططية خاصة، منها نقل الكرة بالشكل السليم والمتقن والسريع بجانب التعامل مع العرضيات وأمور أخرى. وحرص أوساريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة. خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها. خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين على هامش الميراني أمس، وشهد الجزء الأول من فقرة تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة. وحرص مخطط الأحمال على منح اللاعبين التعليمات والنصائح الخاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية لهم في إطار البرنامج الموضوع خلال الفقرة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى. يدرس الجهاز الفني إقامة مباراة ودية خلال الفترة الحالية، وذلك استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة كأس مصر. وطلب المدير الفني من الجهاز الإداري تجهيز مباراة ودية خلال الأيام القليلة القادمة من أجل الحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين، وتجهيز البدلاء والمستبعدين واللاعبين الشباب للاعتماد عليهم الفترة المقبلة. ويبحث الجهاز الإداري للزمالك حاليا إقامة مباراة ودية مع أحد فرق الدوري الممتاز أو الممتاز به. مصدر بالزمالك: الاجتماع الذي جرى بين المحامي الإيطالي سلفاتوري ومسؤولي الزمالك توصل إلى الاتفاق على تأجيل إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بما فعله الهارب كهربا وعدم سداد الغرامة. وأكد المصدر أن إدارة النادي تدرك أن النادي لن يستفيد من إيقاف كهربا حاليا في ظل انتهاء الموسم، وبالتالي سيتم إخطار الفيفا مع بداية الموسم حتى يتم إيقافه من جديد. مصدر بالزمالك: تم عرض الحارس أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة على أوساريو تمهيدا للدخول في مفاوضات مع غزل المحلة لضمه، وأشار أن اللاعب طلب تأجيل المفاوضات لحين معرفة مصير فريقه والاطمئنان باستمراره في الدوري، وبعدها يتم حسم الأمر. يواجه الزمالك نظيره فاركو في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر يوم 23 يونيو الجاري الساعة 9:30 مساء على استاد القاهرة الدولي. أسامة نبيه: هناك لاعبين داخل الزمالك لديهم رغبة في الرحيل، وأشار وجهة نظري هناك قوام قوي من الممكن البناء عليه داخل الزمالك. هناك 15 لاعبا يمثلان قواما قويا ومن السهل أن تبني عليه في الموسم الجديد. ووصل لدي معلومة أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو لديهم رغبة في الرحيل عن الزمالك، هذا ليس سر. الثنائي لديهم عروض بالفعل ورغبتهم هي الرحيل في الموسم الجديد، أعتقد سيكون الوضع صعب داخل الزمالك إذا رحل لاعبين من القوام الأساسي، ولكن الآن هناك قوام وأسماء جيدة من الممكن الاستفادة منها. خالد الغندور: في ناس بتقول ان الزمالك هياخد فلوس من وراء انتقال مصطفى محمد لنانت الفرنسي، الكلام ده مش صحيح. واضاف: الزمالك باع مصطفى محمد ب6 مليون دولار كان المتفق عليه، الزمالك ياخد 15% من السعر الزيادة الذي سيحصل عليه جالاتا سراي. واختتم: الزمالك لن يستفيد من تفعيل نانت الفرنسي لبند شراء مصطفى محمد، لان المبلغ الذي انتقل به اللاعب للنادي الفرنسي لم يتجاوز المبلغ الذي انتقل به من الزمالك الى جالاتا سراي، وهذا بسبب العقد اللي عملته اللجنة المؤقتة للأسف. تقارير إعلامية: محمد عواد تلقى اتصالات من مسؤولي نادي زد بعد الصعود للممتاز لمعرفة رأيه بشأن الانتقال للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشارت إلى أن الحارس لم يخطر مسؤولي زد بموقفه، خاصة وأنه مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل. حرص أوباما على التواجد في تدريبات الأبيض التي أقيمت صباح أمس الأربع، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على مصافحة أوباما، وشاهد اللاعب جانبا من ميران الفريق استعدادا للقاء فاركو. شارك أحمد بالحاج في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي، وانتظم بالحاج في تدريبات الفريق قبل أمس الثلاثاء، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية خاصة لتجهيزه قبل أن يشارك أمس بشكل كامل في جميع فقرات الميران. المنتخب الوطني الأول فاز وتأهل على حساب غينيا إلى إفريقيا 2024 بعد أن فاز بهدفين لهدف، أحرز الأهداف تريزيجيه ومصطفى محمد. فيتوريا في المؤتمر الصحفي: الفوز كان له مذاقا آخر بالنسبة لي، وأحب أهنئ لاعبي المنتخب على الأداء والفوز. وأضاف: المباراة كانت صعبة بسبب الظروف التي سبقت المباراة مثل ما قلت من قبل. وأكمل: سعيد بأداء اللاعبين مع أن هناك كان بعض اللاعبين
لم تكن جاهزة بشكل كامل، وأول مرة ينضم لنا وتابع التغيير في التمركز بين زيزو وصلاح ساعدنا، وظهر ذلك في نهاية الشوط الأول، وأكدنا على ذلك الأمر بين الشوطين، وشكل الأمر اختلافا بالنسبة لنا في الشوط الثاني. فيتوريا كان في تنظيم دفاعي عال جدا، وهذا كان يساعدنا في المباراة مع التنظيم الجيد. وأضاف: لم نبدأ المباراة بشكل جيد فنيا لأن الفريق كان فاتح الملعب زيادة عن اللزوم، وهذا الذي استغله الخصم، ولكن مع نهاية الشوط الأول كنا أفضل بكثير وتعادلنا وتحكمنا في المباراة. وأردف: كنت غاضب في الشوط الأول بسبب الهدف الذي استقبلناه، لأننا كنا المفروض نبقى أقرب في الخطوط بين اللاعبين. وواصل: فريق غينيا يتمتع بعناصر جيدة، هناك لاعبين يلعبوا في فالنسيا وليفربول وأندرلخت ومونبليه، لاعبين لديهم كفاءة فنية عالية. فيتوريا رغم أننا استقبلنا هدف، ولكن حافظنا على التنظيم والتركيز، وهذا الذي ساعدنا على أننا نفوز بالمباراة ونسجل هدفين وأكمل. نحن لسنا فريق لا يقهر، وطبعا يجب أن نستقبل أهداف، ولكن المهم أن اللاعبين حافظوا على التعليمات وكملنا في المباراة بشكل جيد. وفي الشوط الثاني كانت لنا فرص كثيرة، ولكن مع حرص ومن غير اندفاع هجومي حتى نؤمن الوسط والدفاع، ولكن النتيجة في النهاية هي أننا فزنا بنقاط المباراة. وأضاف: وصلنا للأهداف التي وضعناها، وأبارك للشعب المصري لأن هذا هو الهدف الأول الذي كنا نريده، وهو أننا نتأهل لأمم إفريقيا. فيتوريا كان يجب أن أعمل احتياطات فنية معينة للاعبي الأهلي، والمهم اللاعبين يكونوا على علم بالتعليمات، لأن لم تكن هناك فرصة نعمل تدريبات كتيرة مع لاعبي الأهلي. وأكمل: علي جبر دخل في القائمة بدلا من حجازي، ومروان عطية دخل بدلا من طارق حامد، ومروان كان موجود معنا من قبل وهو على علم بالمتطلبات والتوجيهات. وأتم: اليوم أو غدا سأراجع البيانات الخاصة باللاعبين وأرى من متاح ومن غير متاح، وبعدها سأقرر من يخرج ومن يكمل من أجل مباراة جنوب السودان. أيمن عبد العزيز المدرب المساعد لمنتخب مصر، المنتخب تدرب بكامل لاعبيه قبل 24 ساعة من المباراة فقط، في ظل الظروف ارتباط لاعبي الأهلي بأداء لقاء الوداد المغربي، وأجندة يونيو دائما صعبة للغاية على أي مدرب في ظل حصول بعض المحترفين على راحة. وأضاف: هناك العديد من الإصابات أيضا مثل حجازي والونش وطارق حامد، كما هناك لاعبين انضمت لمنتخب مصر أول مرة مثل غنام وبوبو وبيكهام، ومن الصعب مشاركتهم بشكل أساسي، لكن نقوم بالدفع ببعض العناصر وفقا للرؤية الفنية. أيمن عبد العزيز: احتفالات الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا أخذت من تركيز بعض اللاعبين، وهناك عناصر بدأت تحصل على فرصة في المنتخب مع روي فيتوريا مثل محمود حمادة ومروان عطية، وحصلوا على ثقة كبيرة، خصوصا الأخير الذي تألق مع الأهلي وكان له دورا كبيرا في غياب النني وطارق حامد. وزاد غياب حجازي والونش مؤثر بالطبع، لكن لدينا علي جبر ومحمد عبد المنعم من أصحاب المستويات الجيدة، وهناك أيضا ياسر إبراهيم، والقوام الرئيسي لمنتخب مصر يضم 65 لاعبا، ودائما ما يجتمع مع اللاعبين ويتحدث معهم حول النظام وطريقة اللعب، وأي لاعب سينضم لمنتخب مصر سيلعب بنفس الريتم، وسوف يقدمون الشكل الفني الذي يريده فيتوريا. عبد العزيز: قدرات زيزو مختلفة عن محمود حمادة، والأول لديه ميول هجومية أفضل بكثير، لا يوجد في المنتخب رقم 1 أو 2، والأفضل هو من يشارك حسب وجهة نظر فنية ووفقا لمستواه الحالي، وهو ما يحدث مع محمد حمدي الآن على حساب فتوح وعمر مرموش في حالة جيدة ويعاني من إصابة خفيفة. وأردف: إدارة البنك الأهلي أرسلت لنا تقريرا طبيا بشأن إصابة محمد هلال، ولم يكن هناك وقت لإجراء الكشف الطبي عليه، ولا نعرف شيئا عن أي قصص متداولة. وخروج محمد هاني بسبب الإصابة، وبيكهام كان موجودا في القائمة، بينما تم استبعاد هشام صلاح. أيمن عبد العزيز: فيتوريا هنأ اللاعبين، وسوف نعقد جلسة كجهاز فني للحديث حول السلبيات، وسيتم الاجتماع باللاعبين لإظهار كافة الأمور أمام الجميع من أجل شرح الإيجابيات وتلافي السلبيات في المواجهات المقبلة. وختم فيتور بيريرا: سوف يتسلم التقرير النهائي عن الجوانب البدنية قبل حسم موقف بعض اللاعبين بشأن المشاركة في المباراة الودية أمام جنوب السودان. هاني حتحوت: نانت أعلن تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد مع جالاتاسراي مقابل 6 مليون يورو، احتفل بها مصطفى محمد بهدف غينيا. وتابع: لدينا معلومة أن الزمالك يستحق 15% من صفقة بيع مصطفى محمد لصفوف نانت وفقا للبند المدرج مع جالاتاسراي أثناء بيع اللاعب. وأردف: سيبدأ الزمالك في مطالبة جالاتاسراي بمقابل 15% الفترة المقبلة. وتأكدنا من خلال التواصل مع إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة السابق أن هذا البند موجود بالفعل. واختتم: أرى أن صفقة بيع مصطفى محمد من أنجح الصفقات للنادي الفترة الماضية رغم وجود هذه الصفقة تحت مرمى النيران في بدايتها.
هاني حتحوت الزمالك قرر عمل إدارة خاصة بالفساتين والإسكواتينج وبدأت عملها بالفعل، وهي تقدم اختيارات للاعبين وفقا لمعايير وطلبات أوساريو في اللاعبين. وأضاف الزمالك سيتعاقد مع صفقات جديدة ويعمل حاليا على جلب 5 لاعبين لدعم الفريق الموسم المقبل. وشدد الزمالك حدد أسماء الراحلين عن الفريق ولكن لم يعلنها بسبب عدم انتهاء الموسم. واختتم الزمالك حذر عبد الله جمعة من تكرار السهر وطالبه بالالتزام. وقرر الفارس الأبيض رحيل مصطفى الزناري مدافع الفريق. مهيب عبد الهادي: الأهلي يمنح كهربا مكافأة خاصة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا. وأشار المكافأة الخاصة هي المبلغ المتبقي من قيمة غرامة الزمالك. اللاعب لديه أموال الغرامة وكان يتبقى مبلغ آخر من أجل دفع الغرامة. واستكمل إدارة الأهلي وعدة اللاعب بمنحه مكافأة بباقي المبلغ حال التتويج بدوري أبطال أفريقيا. لذلك اللاعب كان في حالة جنان خلال المباراة ويريد الفوز. وأتم أمك دعيالك يا كهربا. الآن أصبح المبلغ جاهز، موعد التسليم هذا في يد كهربا، ولكن الآن أصبح المبلغ كاملا جاهزا للدفع. أحمد شوبير: أوباما قريب من العودة للزمالك. هناك رغبة من المسؤولين في عودة اللاعب، وواصل النادي السعودي يرغب في بقاء أوباما معه بعد مساهمة اللاعب في صعود الفريق إلى دوري المحترفين السعودي. ولكن الزمالك أيضا يرغب في عودته واستكمل أوساريو أيضا يريد عودة أوباما. أعتقد أن الأمور في طريقها لعودة اللاعب للزمالك، والإدارة أيضا قررت عودة الثنائي محمود علاء وحمدي علاء. هاني حتحوت: كابتن ميدو أعلن عن تعيين مدير فني سويسري لقطاع الناشئين بالزمالك، وتواصلنا لاسم هذا المدرب هو فريتز شميد. وتابع شميد صاحب ال 63 عام سيتولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك خلال الأيام المقبلة. وشدد شميد بدأ مسيرته التدريبية كمدرب لريستينج زيورخ السويسري عام 1981، وكانت المحطة الأخيرة له كمدرب لوكوتوكو رويلز الغيني من إبريل ليونيو 2022. وأكمل شميد كان مدرب مساعد لكريستيان جروس في توتنهام الإنجليزي وبازل السويسري، كما كان المدرب المساعد لمارسيل كورر في منتخب النمسا. وتولى تدريب منتخب نيوزيلندا موسم 2018-19. واختتم وتعد أبرز بطولات شميد هي التتويج بالدوري السويسري وكأس سويسرا 4 مرات لكل منهما، وذلك خلال فترة توليه منصب المدرب المساعد لكريستيان جروس مع بازل. مقدم برنامج اون تايم سبورت: حديث جديد عن طارق حامد، وهناك كلام قوي عن رحيله عن نادي اتحاد جدة السعودي. وتابع الزمالك يرغب في استعادة طارق حامد للفريق في الموسم الجديد. اللجنة الفنية أوصت بضرورة عودة اللاعب إلى القلعة البيضاء كونه سيكون إضافة كبيرة. وأتم أوساريو طلب عودة طارق حامد للزمالك في الصيف، ونادي بيراميدز أغرى اللاعب بعرض مالي كبير لإقناعه بالانضمام إلى الفريق. اون تايم سبورت: زكريا داروري لاعب وسط شباب بلوزداد دخل حسابات الزمالك من اجل التعاقد معه. ووصل داروري لاعب مميز وتم ترشيحه من اجل تعاقد نادي الزمالك معه، ولكن المسؤولين قرروا احالة الملف لأوساريو. واتم الزمالك ينتظر قرار أوساريو بشأن اللاعب، وهناك تكليف للمدرب بحسم ملف الصفقات الأجانب سواء الراحلين أو القادمين. اون تايم سبورت: الزمالك أبلغ رسميا اللاعب حمدي علاء المعار إلى البنك الأهلي بالعودة في الموسم الجديد. وأشار أوساريو أبدى موافقته بعد طرح فكرة عودة اللاعب. وأكد المدرب أن الفريق يحتاجه بشدة من أجل دعم خط الوسط في الموسم الجديد. وأضاف: الزمالك أبلغ اللاعب بالعودة وسينتظم مع الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد المستويات المميزة مع البنك الأهلي. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، متشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.